السلام عليكم حضرة الجميع. مع طبخ أم ندالي مسبة ندالي ما شاء الله. غادي نديرو دجاج محمر أو دجاجة محمرة في الفوق كيما تاع برا. تجي واحد البنة ولا أربعة متبلة بالتوابل، غادي نرفقوها بالروز. توجو نقول لكم الوصفة قبل ما نبداو بالتحضير تاعها. أنا عندي دجاجة تاع عرب أو دجاج بلدي كيما يقولوا خاوتنا، يقولوا دجاج البلدي، حنا نقولوا دجاجة تاع العرب. فورتها درت لها مليح مليح دخلت فيها الملح مليح مليح باش تجينا بنينه، وفورتها. انا ما طبختها ما درتها في لاكوكوط والو، فورتها برك. هنا لي زيبيس او التوابل، عندي كرويه، كمون، كركم، كاع مغرف صغير، مغرف صغيره، حرور، وقزبر مطحون، قزبر يابس مطحون، معدنوس والثوم والرند والملح. الثوم من بعد رابي مازال ما درتوش. انا غادي نزيد الزيتون، والاخوات مع الزيتون احسن دير السمن ولا الزبده خير من الزيت. غادي ندير كلشي في هذا البول او في هذه الغرفيه هذه. نخلط هذوك ميلونجي كاع هذوك لي زيبيس باش نديروهم الدجاجه تاعنا من فوق ونديروها تتحمر. انا عاد درت السنه تاع الثوم بزوج سنات ولا ثلاثه ولا اللي كاين اللي حاضر. هنا اي نوعيه تاع اللحم تقدروا ديروا لها هذه التتبيله هذه. ماشي غير شرط دجاج العرب، انا كانت عندي دجاجه العرب جابوها لي بغيت نديرها بهذه الطريقه. هنا درت حوالي 3 مغارف تاع زيت الزيتون. تشوفوا غادي نخلط كامل هذو المكونات. الاخوات اللي بغات دير طوماط باش تصبر دير مغرف صغيره برك، انا ما يبغوهاليش هذاك ما درتهاش في الدجاج محمر. اللي بغات دير ولا دير مغرف موطاد، بغات دير مغرف تاع يا اخت ناتور، هذوك اضافات. ولكن غير هذه التتبيله هي اللي تعطينا الغو، تعطينا البنه المعدنوس والثوم والقزبر تعرفوا يعطوا البنه ولا اروع. هنا الدجاجه تاعي تشوفوا ذابت طابت، يعني فورتها تما بخاسك طايبه، يعني غير خاصها غير تحميرها. ندير هذيك التتبيله ونحمروها. نروحو من عند حطيت هنايا درت بابي كويسون. هنا توجو كديروا المول ديروا بابي كويسون باش ما يتعبكمش وما يلصقلكمش ويجيكم حاله سهله في الغسيل. هنايا حطيتها فوق هذاك بابي كويسون او ورق الطبخ، ودرت عليها هذيك التتبيله كامل كما تشوفوا ونديرها في الفوق تتحمر. هنا نروحوا للروز تاعنا. هنا ديجا راني ندير معكم فيديوهات سابقين تاع الروز. هنايا الروز كيفاش حضرته غادي نشرح لكم، يعني ساهل مهل ماشي شرط حتى تشوفوه. درت كاس تاع روز بسمتي مع 2 كيسان ونص تاع ماء. توجور الروز بسمتي مع 2 كيسان ونص تاع ماء. اما اللي درتو الروز الاخر تاع بسمتي يشرب الماء ويتحمل الماء ماشي كيما الروز الاخر، يعني ما تعجنش. نديرو 2 كيسان تاع كاس تاع روز، سواء عبرتو بالكاس ولا بالغرفيه، كثرتو ولا قللتو. انا درت بالكاس هذا، درت كاس هذا تاع روز بسمتي غسلته مليح 2 خطرات، ودرت مع 2 كيسان ماء ونص، 2 كيسان ونص تاع ماء. هنايا نديرو كاس تاع الروز نغسلوه مليح مليح ونحطوه. نديرو حوالي 2 مغارف، مغرف صغيره تاع زبده ولا 2 مغارف تاع زيت، الملح والرند واللي ورقه سيدنا موسى. نقلوهم مليح مليح في الكسرونه. كي يتقليو لنا مليح كي نشوفو بدا يلصق لنا في الكسرونه نديرو 2 كيسان ماء ونص تاع ماء، 2 كيسان ونص تاع ماء على هذاك الروز، ونقصو عليه على النار ناقصه، يعني ما تطلبوش يعني الماء باش ما يفرغلكمش ويشرب لكم الماء بالخفت. توجو نطيبوه على نار هاديه ونفوجوا عليه الغطاء تاعو ونخلوه حتى يتشرب كامل هذاك الماء. نعاودو نغموه ونخلوه. كي تشوفوا حفروا عليه الروز، كي تشوفوه يشرب هذاك الماء كامل هذاك السوائل، طفوا عليه يعني يجيبكم بزربه من بعديها. كي طفوا عليه يطيب ديروا له مغرف زبده ولا مغرف زيت زيتون اللي كاين حاضره عندكم. انا نطيبو بهذه الطريقه. وكاين ثاني طريقه واحده اخرى نطيبو بها الروز تاع المحمر. واش ديروا ربوا حبه ثوم حبه بصل، ربوهم مليح مليح وزيدوا عليهم هذاك الكاس تاع الروز، قلوها مليح مليح مع دوك البصل والثوم والملح وشويه كركم. قلوهم مليح مليح وعاودوا زيدوا عليهم 2 كيسان ونص تاع ماء. فوالا توجور كاس روز مع 2 كيسان ماء، غرفيه تاع روز مع 2 غرفيات ونص تاع ماء، يعني توجور زوج ونص زوج ونص. وقلوهم وديروا عليهم بنفس الطريقه اللي شرحتها لكم، وطيبوه وخلوه يطيب يجيكم ولا اروع. صرت مع دجاج محمر. ولا انا هذا كان عندي طيب واجد من قبل، على ذاك ما شفتوش كيفاش حضرته. ولكن الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تحضروا الروز تاع الدجاج ولا الحوت، ولا يعني تستعملوا سلطه ولا تستعملوا في كلش. هنا الدجاجه تاعي تحمرت ما شاء الله، شهيتكم في الجنه، جات ولا اروع بنه. هي الدجاج العربي يجي بنين، وزدنا له هذيك التتبيله مع هذيك التحميره جا ولا اروع. جات مقرمشه ولا اروع. انا هنا الفوق تاعي نطيب فيه جيون،
جيو هذوك اللي خرجوا الفوق اللي فوق اللي خرجوا جيو، هذاك شريته طيب مرة أروع. المسكوت والغاطو الشوا، يعني كاع المأكولات بصفة عامة يطيبها ولا أروع. حتى الخبز يعني طيب ما شاء الله. أنا شريته عنده عامين ولا شحال، يطيب مازال يطيبني الآن عليك، وكبير ويرفد. هذوك جيون كحلين بالك شفتهم اللي خرجوا، هذوك شرو منهم اللي معول الاخوات اللي معولة شريت شي من هاد الجيون هذوك ولا اروع. هنا كنت الدجاجة تاعي طابت تذوب في الفم، هاي مازالت سخونة. شاهدكم الجنة الى هنا ينتهي الفيديو تاعي، الى لقاء فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. متنساوش ديرولنا بصمة وتشتركوا في القناة باش يوصلكم اي جديد، اي وصفة جديدة ان شاء الله نديروها تلحقكم تشوفوها وتستفادوا منها. الى اللقاء، شاهدكم الجنة.